تشهد انخفاضا، والانخفاض سجل مع بداية أبريل يبلغ 30 سنتيما للتر، ومرده تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. سعر البرنت بلغ اليوم 53 دولارا و70 سنتا. ومعلوم أن أسعار المحروقات في المغرب لم تشهد انخفاضا منذ شهور طويلة. روبورتاج فؤاد عزوزي، فريد غيتو. أسعار الوقود إلى انخفاض طفيف صباح هذا اليوم في عدد من محطات التزود بالوقود هنا بمدينة طنجة، من 20 إلى 30 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من الغازوال، وأقل من 15 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من البنزين. اليوم ما كاينش شي تغيير، إلا تغيير ديال 2 الفرنك أو 4 الفرنك ما هي شيء. زيادة على ذلك حنا يعني مالكين فقط سيارات صغيرة هكا كنستعملوا الغازوال في المدينه 100 درهم او 150 درهم كتكفينا في اسبوع ولا شي حاجه، ما كنحسوش بهذا الفرق. ولكن من ناحيه مثلا اصحاب الشركات اللي كيستهلكوا الاطنان ديال البنزين في النهار فيمكن يحسوا بهذا الفرق. الانخفاض الطفيف جاء بعد موجة ارتفاع شهدتها أسعار المحروقات الأشهر الماضية، على الرغم من أن أسعار المتداولة للبرميل الواحد ظل منخفضا في الأسواق العالمية، ارتفاع لا يزال المستهلكون يتساءلون عن سببه. بالمقارنة مع الأثمنة اللي هي متداولة في الأسواق العالمية واللي تنسمعوا على برا، يعني هو غير مناسب بالنسبة للمواطن المغربي وبالنسبة للأسرة المغربية، لأن هو شيء حيوي. هذه يعني المازوت ولا ليسونس دائما الأسرة المغربية ولا المواطن كيبغي يتحرك، يبغي يسافر، يعني هو عبء على القدرة الشرائية وعلى الجيب ديال المواطن. اللي كتبين لنا بانه ثمن البرميل على المستوى العالمي كينزل بشكل كبير، والثمن ديال البترول في المغرب مازال مرتفع. اللي نتمنى هو ان هذه الحكومه الجديده ان تنتبه لهذه القضيه لان اصبحت عبء على المواطنين. اختلاف في الأسعار بين المحطات المختلفة لتوزيع الوقود، وأثمنة بين انخفاض وارتفاع نتيجة قرار تحرير أسعار المحروقات والمواد الطاقية بالمغرب منذ بداية سنة 2016، وكذا رفع الدعم عن المحروقات قبل سنتين من الآن. وبينما تجتهد شركات المحروقات في عرض وقود